يا صباح الفل والورد والياسمين على احلى متابعين في الدنيا. اهلا بيكم في فيديو جديد، يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهارده وصفه بيتميز بيها المطبخ الشرقي والمصري. هنعمل كفته الحاتي. هنشوف مع بعض هنعملها متماسكه، ماسكه نفسها وما بتفكش منك. وكمان هنعملها في البيت في الفرن بدون بقى ولع ولا دخانه ولا فحم. هنعملها بطريقة بسيطة جدا، وكمان بمكونين 3 في البيت هتعمليها وهنشوف ازاي هتطلع معاكي هشة. وكمان هنعمل مع بعض سلطة الدقوس اللي بناكلها مع المشويات والرز البسمتي، وهنعمل مع بعض سلطة الطحينة. بس قبل ما نبتدي الفيديو او اول مرة تشوفوني، انا اسمي شيماء. ما تنسوش تشتركوا في القناة، لايك وشير لو عجبكم الفيديو. يلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول ونبتدي الوصفة بتاعتنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أول حاجة معايا جبت كده بصلتين كبار على كيلو اللحمة، بصلتين، وكمان معاهم قرن كده فلفل أحمر سبايسي، ممكن تستخدموه بارد أو سبايسي لو حابين. وكمان عليهم رشة من الملح. هنفرمهم كويس وهنزلهم في مصفى كده علشان ينزلوا المية بتاعتهم، علشان أنا عايزة التفل، وهنستخدم المية في الآخر. معايا كده كيلو من اللحمة المفرومة، بيكون فيه نسبة دهون حوالي 25%، يعني 3/4 لحمة حمراء والربع دهون علشان تطلع معاكي مظبوطة. وكمان هنستخدم معانا اوراق كده من حزمة بقدونس، الاوراق فقط هنقطعها ناعم كده زي ما انتوا شايفين. وكمان هعصر البصل اللي انا شلته في المصفى كده كويس، علشان انا مش عايزة فيه اي سوائل خالص. وهبتدي انزل بيه كده على اللحمة المفرومة. والبهارات بتاعتنا زي ما انت حابة، اي بهارات حابة تستخدميها تضيفيها. انا هنا استخدمت البيزك بتاعنا بتاع الكفتة، بيكون ملح وفلفل اسود ووسط الطيب، ده البيزك بتاع الكفتة. وكمان ضفت عليها الكيس من خلطة الكفتة الجاهزة. وكمان لكل كيلو لحمة مفرومة معلقتين كبار من النشا، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، ومعلقتين كبار من الدقيق. دي بيمتص معايا السوائل، والنشا بيخلي قوامها متماسك وحلو جدا، وكمان البيكنج باودر بيخليها هشة. هنمسك بقى الكلام ده كله ونفضل نعجن فيه لغاية ما الأنسجة بتاعتها يظهر كده فيها شعيرات. ممكن في المرحلة دي تستخدموا العجان اللي بنعمل فيه العجينة بتاعة البيتزا او اي عجين، او ممكن ناخدها كده ضربة على السريع كده في الكبة. ممكن بقى نطلع فيها غلنا كده ونفضل نعجن فيها، ايا كانت الطريقة اللي تفضلوها. كل ما نعجن فيها اكتر كل ما تدينا نتيجة احسن وافضل. انا هنا كنت بوريكم الانسجة وهي فيها شعيرات كده رفيعة، بس كانت التصوير بعيد شوية. وهجيب معايا كده مية البصل اللي انا شلتها في البداية على جنب، وهنزل عليها كده برشة من الملح والفلفل، وكمان معلقتين من الزيت. وهبتدي كده اجيب مسن السكاكين واصب عليه. ممكن تجيبي معاكي الستيك بتاع شيش طاووق او اي حاجة رفيعة عندك تصبيه عليها، وابتدي ابل ايدي كده من مية البصل بالزيت بالكلام ده، واصبع على الستيك او مسن السكاكين زي ما انا بعمل كده. وهعملها كده صوابع تكون حلوة شوية، علشان هي فيها نسبة دهون هتكش معايا شوية في الفرن. مش عايزه اقول لكم قد ايه كانت جميله وطعمها تحفه. لو جربتوها بالطريقه دي هتعتمدوها بفضل الله.
الفرن شغال على درجة حرارة 200. هدخلها الفرن. لو في مروحة هتشغليها مع الفرن من تحت، لو ما فيش مروحة هتدخل صينية الفرن شوية على درجة حرارة 200، وبعد شوية هتشغلي الشواية من فوق، هتبقى شغالة من فوق ومن تحت علشان تتشوي زي الكتاب ما قال. وهبتدي كده قبل ما ادخلها الفرن ألمعها كده بالفرشة بمية البصل والزيت اللي معايا. وهتطلع معانا هنشوفها مع بعض دلوقتي. وهنبتدي نجهز معايا السلطات اللي هنستخدمها جنبها. هنعمل سلطة الدقوس، وكمان هنعمل سلطة الطحينة، وكمان عملت جنبهم رز بسمتي. بس انا مصورتوش. لو انتوا حابين ممكن تغمسوها كده بقى بعيش وطحينة وكلام من ده، او تعملوا جنبها رز بسمتي زي ما انتوا حابين، او بقى تستخدميها بقى لو عندك عزومة بقى حاجة كده تشرفك ما شاء الله. هنعمل مع بعض سلطة الطحينة. هجيب كده معايا الطحينة حوالي 4 معالق كبار، وهنزل عليهم بمية سواء مية مغلية او مية عادي من الحنفية، مش هتفرق معايا. مهم ان انا افكها كده في البداية بشوية من المية وشوية من الخل، لغاية ما اوصل للقوام المناسب اللي انا محتاجاه. وبعد كده اضيف الاضافات بتاعتنا، الليمون والزبادي والتوابل. اول ما بنزل عليها بالخل الابيض كده بتبتدي لونها يفتح معايا. كانت عايزة شوية مية كمان. هجهز بقى السلطات بتاعتي والحاجة بتاعتي لغاية ما الكفتة تتشوي معايا في الفرن. ببص عليها كده كل شوية. وهنزل بعلبة من الزبادي وعصرة ليمونة. معايا هنا ملح وفلفل وبابريكا، وكمان كمون وكزبرة ناشفة. التوابل دي حسب راحتك، حسب اللي تحبيه. هي التوابل جت كتيرة شوية بس ما شاء الله كان طعمها تحفة. شايفين القوام بتاعها مش تقيلة قوي ولا هي خفيفة. ما شاء الله. كنت هنا بظبط الملح بتاعها. هشيلها كده، هغرفها في طبق واشيلها على جنب، ونبتدي نعمل مع بعض السلطة التانية، سلطة الدقوس. هنا الكفتة كانت خرجت من الفرن ما شاء الله. شايفين شكلها رائع ازاي ومغري، حاجة كده تفتح النفس. هبتدي كده اصفي منها الدهون الزيادة اللي نزلتها دي على جنب عشان ما تشربهاش تاني، وابتدي اغطي عليها بورقة من الفويل علشان تفضل كده طرية وجوسي، وهشيلها على جنب. هنعمل مع بعض بقى سلطة الدقوس. معايا حوالي 3-4 فصوص من الثوم هنزل بيهم، ومعايا طماطم وفلفل، ومعايا شطة وليمون. هبتدي انزل كده بالطماطم والفلفل والشطة وكل المكونات اللي معايا، واديهم كده ضربة لغاية ما تنعم معايا. مش عايزاها تنعم قوي، تكون فيها كده شوية كده حبيبات كده. السلطة دي حلوة جدا مع المشويات، وكمان الرز البسمتي. ولادي ما بيعرفوش ياكلوه من غيرها صراحة يعني. كتري بقى الليمون بتاعك، و هنضيف عليها كمان خل وزيت زيتون. بيكون طعمها تحفة. وكمان التوابل عندي معايا ملح وفلفل وبابريكا وسنة صغيرة من الشطة والكمون، ومعلقتين كده من الخل، وشوية كده حلوين من زيت الزيتون.
كده بعد ما انضرب، انا ما ضربتوش ضرب ناعم، عايزاها كده يكون فيها ايه، قطع كده. وكده يكون كل حاجة جاهزة معايا. هبتدي اغرف كل حاجة مع بعض. هبتدي كده بس ارش رشة كده من البقدونس في قاع الطبق اللي هغرف فيه الكفتة. تحفة بجد، شكلها مغري وطعمها كان احلى بكتير. شايفين ما شاء الله متماسكة، ومن جوه ومن بره لونها تحفة، ماسكة نفسها، ما فيش واحدة منهم فكت ولا فرولت. وكمان ممكن تستخدموا نفس الطريقة دي على اسياخ الفحم او اي طريقة شوي ايا كانت، هتطلع معاكي برضو تحفة. قد ايه جميلة ولونها تحفة، وكمان طعمها روعة. هبتدي ألمعها كده بشوية من الدهون اللي احنا صفيناها منها على جنب، واجرنشها كده بشوية من البقدونس. ونقدم بقى جنبها السلطات والطحينة، وكمان ممكن نقدم جنبها رز بسمتي ونغرفها كده على الوش. انا عشان الفيديو ما يطولش معاكم عملت انا الرز، وهنغرفه مع بعض ونغرف معاه الكفتة. لو حابين نعمله مع بعض اكتبوا لي برضو في التعليقات، هنعمله في فيديو تاني ان شاء الله. هغرف عليه كده من فوق الكفتة بتاعتنا، واقدم مع السلطات بتاعتنا بقى والطحينة والعيش. ما شاء الله انا ريقي جري معاه وانا بمنتج لكم الفيديو. وبس كده، ده كان الفيديو بتاعنا. اتمنى يكون عجبكم، وما تنسوش تجربوا الوصفة وتقولوا رأيكم فيها. واشوفكم المرة الجاية في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.